أهلا يا أصدقائي، أريد أن أريكم شيئا. هذا الجبن غريب، إنه رائع جميل، مذاقه أروع من الخيال. أريكم مفاجأة حلوة، هيا بنا. نعم، إنه من الصناعة المغربية. رائع، هذا ذيك الجميل، إنه العثماني، عثماني أصيل. ديك يصيح ويهلل ويسبح بسم الله، بسم الله، إنه الجبن المحبب لديه. يا إلهي، جبنه المفضل. نعم، الكل يستغرب كيف لهذا العثماني أن يشتهي الجبن بدلا من الخبز والشعير والقمح. إنه أمر غريب، كلنا نستغرب كيف هذا. والآن سوف نشاهد الجبن الشهي، يستهويه كل شيء. إنه غير طبيعي ولكنه شهي. نعم، الكل يستغرب، أمر يفوق الخيال، فوق الخيال. كيف لهذا وهذا وذاك وهذا الديك الجميل أن يستهوي الجبن؟ كيف ذلك؟ كيف وكيف وكيف نشاهد هذا الغرابة؟ إنها معجزة. ديك عثماني أصيل يستهوي الجبن الأصيل، جبن مغربي من فخر الصناعة المغربية، أطعمة شهية وزكية. وهذا جبني المفضل، إنه جبني كذلك. أنا أستغربكم وهو يستغربني، وأنا أشتهي الجبن. نعم، أشتهي الجبن بكل أنواعه. هذا مثلث وذاك مربع وذاك دائري مطبز. إنه جبني الشهي الشهي، وسوف أشهيكم كذلك في جبني. نعم، أكل. وتشاهدون الآن لهفته حول الجبن، إنه يتبنن ويستطعم ذلك المذاق الرائع الرائع. نعم نعم، انظر انظر واستمتع بهذا المشهد الرائع. كيف ذلك؟ والغرابة هنا أسأل كل خبير في عالم الطيور والديكة، كيف لهذا الذيك الجميل أن يشتهي هذا الجبن؟ إنه خايف مني قليلا، يتردد بين الثانية والأخرى. والأمر طبيعي، إنه حيوان جميل وذيك رائع بلمسة وزخرف يليق به.